السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم مير مختار. يا ريت بقى ما تنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان الفيديو يرتفع بيكم لو الفيديو عجبكم. النهارده بقى هنقدم حيرة كل يوم. هنتغدى ايه غدانا النهارده؟ طب هناكل ايه؟ طب هنعمل ايه؟ قلت لهم يلا بينا كده عم نعمل المحشي. هنعمل كرنب، وهنعمل كده عندي بنت بتحب ورق العنب، هعمل ورقة عنب جنبهم، وهعمل بتنجانتين كده محشيين جنبهم، هحطهم في وسط الكرنب مش هيقول لا. تمام. الحاجة دي كلها انا مجهزاها من بالليل. انا بحب مثلا ما يبقى عندي محشي او كده جايبه كرنب، اجهزها من بالليل، اسلقها واحضر الخضره بتاعتها وكده، بحيث ان انا اصحى الصبح اشتغل فيها على طول. هعمل كمان فرخه متبله، وفي تركية كده بحب اعملها قوي، الطماطم بحب ان انا اقسمها كده واديها كده غلوه على النار او غلوتين، بتدي طعم ونكهه حلوه جدا جدا للمحشي. جربوها كده وانتوا بتعملوا المحشي، اسلقوا الطماطم كده هتلاقوا النتيجه هايله. يا سلام بقى لو تضربها وهي سخنه، وكمان محضره البصل، ويلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نروح اشربي لي كده فنجان قهوه او كوبايه قهوه زي ما انا عامله كده، ويلا بينا ندخل كده على المطبخ ونقول بسم الله. قطعت الفرخه اللي على حسب بقى عدد القطع اللي انت حباها، مقطعاها وسايباها في ميه على ما اعمل التتبيله بتاعتها. هعمل معايا هنا نص طماطمية، انا مش عايزه ازود الطماطم، ومعايا فلافلايه لو انت عايزه تحط قرن حر تمام مفيش مشكله، ورق لورا وفصين توم. عايزه تكتر التوم، انا التوم يعني ما بحبش اكتر فيه قوي. والبصل مقطعه كده على حسب بقى ما انت عايزه، عشان بس تساعد الخلاط ان هو يتفرم في قلب الخلاط. معلقه خل، معلقه زيت، وهضرب كل ده مع بعض. طيب مش هتحط البهارات يا ميرو؟ لا مش هحطها دلوقتي، اصبروا عليا. هنزل بقى بعد ما خلطت كده خلطت كل المكونات مع بعض في الخلاط، حطيتها كده في البولة اللي انا هنقع فيها الفراخ، وهنزل عليها بقى نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الشطة. كمان عندي ايه اللي انت حاطط ايه ده؟ فلفل اسود والملح. يعني بصي البهارات اللي عندك بقى تحطيها، عندك بهار فراخ حطي، عندك كزبرة ناشفة حطي. ده كان مرقة دجاج. المرقة الدجاج دي فورية، هي بتتباع كده عند العطار، دي اللي معرفانا عليها خالتي، هي اللي قايلة لي عليها، فجبتها قلت اما اجربها كده، فلقيتها حلوة. كمان حط كمان دبس رمان، مفيش عندك دبس رمان يبقى مش مشكلة الغيها. كمان معايا شوية من الزعتر، وكل ده هقلبه مع بعض. بصوا التتبيله دي تبقى براحتك على حسب مزاجك، شوفي ايه اللي موجود عندك تبلي بيه، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. ان شاء الله حتى يا رب لو شويه ملح وفلفل وشويه شطه يبقى حلو قوي كده مع البصل والطماطم والفلفله. يا سلام هتطلع احلى تتبيله فراخ. جربي كده وجربي كده. يعني انا ساعات بقوم عامله الفراخ كده من غير اي تتبيله خالص، يعني من غير من غير بهارات كتير. هقلب كل بقى التتبيله بالفراخ عندي كده، وهسيبها بقى تتنقع فيها شويه على ما احضر بقى خلطه المحشي. خلطه المحشي بقى البصل ده عندك عايزه تقطعيه كده قطعيه بالسكينه، بتخرطي بالسكينه، عندك الكبه تساعدك. انا بصراحه بستسهل الكبه لان بحبه تبقى ناعمه شويه. تمام. إيه هتقولي لسه هطلع الكبه وما اعرفش ايه؟ يبقى خلاص مش مشكله، الكبه اعملها خرطها على ايدك عادي. هجيب بقى الحله اللي انا هعمل فيها التسبيكه بتاعه المحشي، هحط فيها نص البصل، انا مش فرمتش البصل كله، اصبروا معايا، هحط كمان شويه من الزيت كده حلوين. وبعد كده هرفع البصل ده على النار يتبل، وباقي البصل اللي عندي هحط عليه ملح وفلفل وكمون، وهقلبهم وهسيبهم مع بعض. طيب هتعملي فيه ايه ده؟ هقولكوا بس دلوقتي انا هعمل فيه ايه، واصبروا عليا بس كده. وكمان شويه من الكزبره الناشفه. يبقى انا حطيت على البصل الني ملح فلفل كمون كزبره ناشفه، هقلب كل دوت مع بعض وهسيبه دلوقتي. ما تقلقوش خالص، البصل لما تعمله نص دبلاه على النار، والنص التاني تعملي كده زي المرتة هتبقى حلوة قوي. دلوقتي بقى هحضر بقى الطماطم هعصرها. زي ما قلت لكم، عايزين تعملوا الطماطم على النار تمام مفيش مشكله، عايزين تسلقوها كده على طول اعملوها. هنا في تركايه برضو بحب اعملها، باخد شويه من الخضره احطها مع البصل على النار، تاخد ريحه الخضره الجميله دي اللي كلنا عارفينها، وبعد كده هنزل عليها بالطماطم المتصفيه. هقلب كل ده وهرفعها بقى على النار تتسبك. هنا بقى البتنجان بقى انا مش مكتره بتنجان لان مش عندي حد بيحبه قد كده، فانا استعملت بس كام بتنجانه كده. آه لان انا بحبه، والبتنجان بلدي بلدي يعني مش بتاع يعني
ده من الارض، من ناس هنا جنبي بيبيعوه، كان جميل جدا. والبرتنجانه كده طريه كده مش ناشفه وريحتها حلوه قوي. عندي بقى ملح وفلفل. ملح وفلفل عند الميه والملح حطيت فيه البتنجان. هنا خلاص الطماطم كان داخله في التسبيكه. هنزل بقى عليها بالبهارات، ملح، وكنت حاطه كمان معلقه من السكر عشان تعادل حموضه الطماطم. هحط بقى ملح، فلفل، كمون، كزبره، بابريكا، وكمان شويه صغيرين من المرقه، يعني ربع معلقه كده. تمام. والشطه بقى على حسب ما انت تحطي. هنا بقى الرز غسلته، كميه الرز على حسب المحشي اللي انت هتستعمليه. حطيت بقى البصل، فاكرين البصل اللي انا كنت عاملاه على جنب؟ هحطه بقى، وهحط الخضره، وهقلب كل ده مع بعضه. في تركايه كمان انا هعملها لكم بجد بتخلي طعم المحشي جميل جدا. انا قلت ما اجربها المره دي وانا بعمل المحشي. كام فص توم كده عندي كده. هنا نعناع كنت مخزنه في الفريزر. وعندي فلفلايه. ممكن تستغني بدل الفلفل ده تستعملي قرن شطه حر. هنا الشطه دي كانت حاره جدا، مرضتش اكتر فيها عشان الولاد يعرفوا ياكلوا، فحطيت حبه كده حلوين. واحط كمان ملح، وهحط كمان كمون وكزبرة ناشفة وشوية شطة كمان. هقلب كل ده مع بعضه وطحنته حلو عندي بالهون. طبعا كلنا عارفين الهون. وهاخد بقى الخلطة اللي احنا عاملينها دي، هحطها فوق خلطة المحشي، وهقلب كل ده مع بعض. بجد الريحة بتاعتها بتبقى حلوة أو ريحتها كانت جميلة جدا. انا اساسا اول مرة، يعني انا ما بحطش توم قد كده في المحشي، فقلت اما اجرب كده. هنا بقى هطلع شوية من خلطة الرز دي قبل ما احط عليها الطماطم، ده عشان ورق العنب. هنزل بقى بالتسبيكة عندي بقى هنا، وهقلبها حلو كده. وهبتدي بقى ايه، احشي الكرنب بتاعنا. بصوا وانتوا بتقلبوا كده ريحة المحشي جميلة جدا. وانتوا بتقلبوا طبعا تذكروا الله وتقولوا اللهم صل على محمد، ويعني اللهم بارك. بصوا، اي اذكار انتوا عارفينها قولوها مع الاكل، والاكل هيطلع معاكم جميل جدا، وهيبقى البركة في الاكل طبعا. مع ذكر الله البركة بتبقى في الاكل، بتبقى جميلة. ما تفكروش هنا ان الصلصة هنا او التسبيكة فاتحة، لا ده بس عشان بس التصوير والاضاءة وكده، فهي باينة عندكم ان هي فاتحة، لا انما هي كان لونها جميل جدا جدا. هنا بقى عندي ورقتين كده من الكرنب اخضر كده، فرشتهم في قعر الحلة هنا. انا احب استعمل كده ايه، الحلة تبقى كبيرة شوية عن المعيار اللي انا بعمله، علشان تبقى اخد الكرنب براحته فيه وما يبهدليش البوتاجاز. هنا بقى عندي عيدان اللي هو الخضرة اللي انا كنت مقطعاها، وعندي بصل، وحطيت كمان طماطمية وفلفلاية وفص توم كده قطعته شرايح، وورق لورا. ودي الفرشة بتاعت الكرنب. طبعا كنت وقفت التسجيل علشان صوت الأذان. هنا بقى خلاص حضرت هنا بقى الفرشة بتاعت الكرنب، وهبتدي بقى نلف مع بعض الكرنب. طبعا معظمنا عارفين ازاي الكرنب بيتلف. مفيش اسهل من كده يعني، بس حاولي وانت بتلفي ما تمليش الصبع الورق الكرنبايه بالرز، عشان بس لما تيجي تعمليه ما يبقاش تخين كده، ولا يبقى مثلا يبقى الرز اخد راحته في الصابع. فاهمين قصدي؟ هنا بقى هلف كده، ودايما بنلف بنخلي الناحيه الخشنه جوه والناحيه الناعمه تبقى بره. هسيبكم بقى وانا بقى هروح بقى هشتغل كده مع نفسي. ايوه، والبتنجان برضو هنحشيه. اما نيجي نحشيه ما نملهوش كله رز، لا يعني نحشيه نصه بس. وهحطه في قعر الكرنب، لان البرنجان بياخد وقت جدا على ما بيتسلق. هنا ما شاء الله شايفين، كنت انا هنا حاطط كمان قرن فلفل حاشيه. في هنا تركية بحب اعملها مع المحشي، اعصر عليها ليمونه. هو المفروض كنت اعصره في نهايه ما في نهاية كده ما هو بيستوى، بس انا قمت حاطاه في الاول، وحطيت المعيار بتاع المية عندي. معيار الشوربة او معيار الصلصة بتبقى يعني يدوب عقلة بس كده من الصابع بتاعنا. هنا الفراخ برضو حطيتها في قلب الصينية وحطيتها على النار. وهنا ما شاء الله المحشي بعد ما طلع، طبعا شايفين الجمال والريحة بتاعته واللون، بجد ريحته كانت خطيرة جدا وهو سخن. يعني انا ما صبرتش، اخدت واحد كده، ويا ريتني ما كنت اخدته لان اكلته وهو سخن. ما اقولكمش بقى اعمل فيا ايه وهو سخن. شايفين ده كان هنا عندي ورقتين كده في قلب الفريزر، طلعته وحطيتهم كده على الوش. المفروض كنت احطهم في الاخر، بس الورق الرز كان عندي زايد شويه.
قمت اخده منه، فطبعا غلبنا على ما عملت، فقمت اخده واحد بقى ايه من الكرنب الطازه. بس شايفين اللون بتاعه جميل ازاي وريحته، بجد كان نفسي تبقوا معايا، ولا كان نفسي الريحه توصل لكم، كان ريحته جميله جدا. شايفين الكرنب الطازه ما شاء الله بيتقطع مني بكل سهوله، والورقه مستويه، والطعم خطير خطير خطير. اتمنى ان انتوا تجربوا طريقه الكرنب بالطريقه دي، والتركه دي جميله جدا. وبرده فيديو تاني ان شاء الله هنزل لكم طريقه للكرنب، انا جوزي بيقول الطريقه دي حلوه جدا، يا ريت تبقي تعمليها لنا تاني. شايفين هنا ده ورق العنب ما شاء الله كان جميل، كنت منزل لكم قبل كده فيديو تاني له. والفراخ بعد ما دخلتها تحت الشوايه، والكرنب بتاعها تفضلوا بقى